البتاعه دي انا جايبها ب 150 جنيه. الراجل عرضها عليا ب 800 جنيه. قعدت افاصل معاه لغايه اما وصلتها ل 150 جنيه. حد يقول لي دي عملت انجاز طبعا ان انا جبتها ب 150، مش كده؟ طلعت في النهايه ب 15 جنيه. مشكله هتعرف تفاصل صح وانت عارف الحاجه اللي بتفاصل فيها ولا مش هتعرف؟ هي ثانيه واحده. جاي ياخد الفرق ولا ايه الراجل؟ اهلا اهلا اهلا. جميله. اتفضلي يا جميله. الله يسلمك. كتير كده يعني الجيران كلهم بيموتوا فيكي والله. لا، وانا بحبهم قوي. ايه الجيران اللذاذ دول؟ ده انا عايزه اعيش هنا معاك. يلا. بجد مبدئيا اسعد حاجه، انا مبسوط جدا ان انت نورتيني هنا. يعني اجمل انسانه انا اشتغلت معاها. يا رب اجمل انسانه ليه. بجد والله. انت عشره عمر. قبل ما تيجي على طول قاعد بتكلم مع جيراني في حكايه الفصال، يعني ان انا الواحد يفاصل في حاجه وبعدين تطلع مش عارف انت ايه. بتعرف تفاصل؟ اهبل واحد. انا حماره جدا في الفصال. جدا. انا ملياش في الفصال ده خالص، وبتكسف بحمر يعني. بحس ان انا بعمل غلطه وانا بقول له مش كتير يعني. بحس ان انا قلقانه. انا علاقتي كمان بالارقام هايله. لا علاقه هايله. دخلت مره انا ومراتي نشتري غساله، بعد فتره الغساله اللي موجوده باظت وبتاع، فقلت اشتري غساله. راجل لطيف كده بجيب منه على طول، اتعامل معاه في كذا حاجه. فدخلت لقيت غساله شكلها لطيف، هي عجبتها، انا ما بفهمش طبعا. هي دي هي دي مكتوب عليها 19990. فقلت له بص انا طول الوقت بتعامل معاك، يعني ايه 19990؟ انا نازل 990 وهتبقى 19. فقال لي يا استاذ اشرف 19 ايه ده؟ هي ب 2000 جنيه. ده رقم الطوارئ اللي مكتوب. ابيض. اما باجي بقى احكي الحكايه دي لحد، اول ما اقول الرقم يقول ايه ده؟ شكلها ايه الغساله دي؟ انا اتخضيت وانا لسه كنت هقول لك ايه دي. يعني انت ما فكرتيش مره مثلا بتشتري هدوم، بتشتري حاجه؟ حبيت مره فاصل. ما عرفتش خالص طبعا. دفعت اكتر من اللي انا كنت هدفعه وخرجت. لا ما بعرفش افاصل خالص. وبعدين بتكسف، مش عارفه ليه بتكسف. يعني المفروض. وبعدين لما احس انها كتيره واكون حاجزاها يعني، واحس ان انا مش قادره ادفعها قوي، فاقول ايه هفكر. اصل انا افتكرت ان عندي حاجه زيها بالظبط، فيعني هفكر في الموضوع. اقول ايه؟ شكرا. انا لسه عندي واحده. لسه عندي اختها دي في البيت. بترعب. لا هي بتبقى فكره جرأة ان الواحد يبقى متجرأ ان هو في ناس فظاع. لا انا عندي واحده صاحبتي مش هزار. تخش يقولوا لها مثلا دي ب10، تقول له لا 10 ايه دي ب3 جنيه. اقول لها ازاي؟ يعني طب قولي 5 فتبقى معقوله. تقولي لا كده عشان لما توصل لل5 نبقى مظبطين الحكايه، يبقى هو كسب وانا كسبت وكل الحكايه. اقطم وسطه على طول، اخش في قطم الوسط على طول. ما هي عارفه عامله حتى كمان لما بنيجي نتفق احنا حتى على اي عمل. ايه دي يا اشرف؟ انا مش عارف ايه البتاع العجيب. بس والله ايه دي؟ انا هموت اعرف ايه دي. انا عارف مين دي. دي اغرب شيء شفته. وده عظم باين ولا ايه ده؟ ما استحاله يبقى عاج طبعا. انا عايزه. لا عاج ازاي؟ انا متهيألي دي تتقشر. والله شبه الموز بس لطيفه. دي جبتها ب15 ب 150 بس هي ب15. دي ب150 جنيه؟ ايه رايك؟ غاليه؟ انت بتهزر؟ والله ب 150. غاليه ولا رخيصه؟ يا عم هات اعمل لك انا عصيان. ايه الحكايه؟ ايه ده؟ لا
ما هو 150. دي من الخيبه، دي من الخيبه اللي انا بقول لك انا ما عليها. تشتريش حاجه غير لما تسالني، بس. او انا او ناديه. خلاص. تشتري انت بكام؟ بكام؟ آه. ما انت هتدفعي حالا. 5. اخبارك ايه؟ ايه كله البيت تمام. الحلو ده؟ ربنا يخليكي، قمر. انت اللي منوراه وايه والله. القعده اللي في الازاز فوق دي؟ جميله قوي. دي حضرتك ان هو المفروض اوضه النوم، بس ايه انا يعني ما بنامش قوي، يعني ببقى كده يعني. بقى لي فتره عندي ارق يعني بس تعرفي ان انا بنام كده؟ لا والله. بجد؟ يعني اللي هو نوم الربع ساعه او التلت ساعه ده. لا ده قله يعني آه، ما ينفعش غلط. معايا خالص. انت بالنسبه لك النوم ده ما فيهوش النوم هزار. ده مقدس، ده يعني انا يعني لما بكون نايمه 8 ساعات اقول انا مش نايمه. 8 ساعات. انا مش نايمه. انا احب انام 10 وممكن اوصل ل 12. بتحترم النوم. بحترم النوم، ده مقدس ما عندي. ينفعش نهزر في النوم. وبعدين لما الله لا يقدر كده، لما ايام القلق لما تجيلك كده ما عارف. تعرفش تنام، تلاقيني مثلا وانا نايمه بفكر في اللي انا قلقانه منه، راح عامله ازاي. لا ما هو مش كده بقى. لا وانا نايمه، وبعدين جوزي يبص يقول انت مجنونه يا ست، انت ايه الوليه اللي انا متجوزها الغريبه دي. اتكلم مع روحي كده. لا دي شغلانه، بس الحمد لله يعني الواحد لما بينام دي حتى لو انا باخده من منطلقين، من نوم الجمال، انك تبقى وشك رايق وجميل. والله طبعا. يبقى اللي عندي ده قله نوم. طبعا. ده انا زمان كان ايه وشعر وعينين ملونه، بس كنت بنام بقى زمان. انت عامل ايه في البرد اللي احنا فيه ده بقى؟ ده هايل. ده هايل. مبسوط؟ والله اللي هو أنا هموت من بتكلفت البرد. واخش. وبعدين ابتدينا نخترع اختراعات بقى للبرد. ايه؟ عارفه قربة الميه؟ طبعا ده انا عايشه بيها. لا والله. امال ايه؟ هي بواخت الرجلين اللي بتبقى متلجه دي، هي الرجل تبقى رصاصه متلجه. في القلب، انا رجليا وايديا. قربة الميه السخان تملي أيوة. ميه سخنه تحطيها بس. تقف كده وعندك ما فيش بقى، ما فيش حركه. وخصوصا لو النوم التلت ساعه ده يعني ايه يا دوبك كده يعني. طب بجد انا عايزه اسالك، انت بجد ما بتنامش غير ربعات نصات لا وخلاص؟ لا بنام كميه يعني. قد انا إيه مثلا يعني؟ 6 ساعات ممكن حلو. لو ما وريش معقول. حاجه 7 ساعات مثلا، حاجه حلو. زي كده. بس بجد اما انا بنام ده بقى زياده ايه، انا اللي انت بتقوله ده السياستا بالنسبه لي. ده عند بعد الظهر. اللي هو بعد الظهر. اللي هو بعد الظهر. بعد الظهر يعني سياستا. سياستا. والله ادي واحده جديده. منوره يا جميله والله. عايزه اقول لك ان وحشني قوي قعدتك، وعشان كده قلت لازم اطب عليك النهارده. ومن ساعه ما كنا مع بعض فلما بابا ينام احنا ما قعدناش القعده دي. والله اجمل حاجه. كنت دايما اخش عليهم قبل ما نطلع على المسرح، هو وعلاء الله يرحمه، والخال عم خال حسن حسني. عم حسن طبعا حسني. طبعا. فابخر المسرح، كنت انا احب ابخرهم. فكل مره كنت اخش على علاء الله يرحمه، يا حبيبي كان بيلبس البنطلون، مفيش مره ما دخلتش عليه وهو بيلبس شورت كده كبير، فيعني لابس مايوه يعني فيقول لي خش خش خش، ما انت بتنشاني على البنطلون. خش خش. وبعدين اشرف كنت اروح ابخر له، هو كان بيظهر اول واحد بيطلع على المسرح، فابخره بسرعه 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 عشان هو اول واحد هيطلع. وبعدين اروح بقى للخال اقعد معاه شويه. حسن. ايام جميله قوي. والله. أوي. والله ايام جميله والحمد لله اتبسطنا فيها. يعني مرينا باوقات كتيره جدا، بنمر بالحلو وبنمر بالوحش، والحمد لله يعني ما بناخد. تفتكر في ناس بتعرف ان احنا بنمر بالوحش؟ والله يعني بصي، هو في ناس ساعات يفصلوا يعني. يمكن برضو ايه تلاقي شويه زملاء من اصحابنا مثلا لما بيطلعوا في برامج ولا حاجه بيتكلموا من منطلق ان هم فنانين بس، لكن في النهايه كلنا بني ادمين، وكلنا حبينا وكرهنا وزعلنا وفرحنا وعيطنا وبجد كان علاء الله يرحمه كمان بالنسبه للجمهور العادي. بالنسبه للجمهور العادي كل الناس زعلت وكل الناس اتأثرت، وكلهم حسوا بقد ايه ان احنا كاصحابه وقريبين منه كلنا اتأثرنا يعني. ربنا يرحمه يا رب. ربنا امين يا يرحمه. رب. امين يا رب.
تشربي ايه بقى؟ اجيب لك عصير؟ عندك ايه؟ في عصير، في شاي، في نسكافيه مثلا، في لا عصير ايه؟ كل الانواع، مانجا، جوافه، برتقال. جوافه. يا رب يكون فيه، يا رب يكون فيه. ما كانش هات لي ميه، انا موافقه. لا لا لا، ازاي؟ ما ايه المطبخ الجميل ده؟ ايه رايك؟ جنان. ربنا يخليك. يشتغل يعني ولا منظر؟ شغال كله، والنهارده هاكلك اكله يا سلام. فظيعه. بذمتك؟ انت عارفه ان انا بطبخ؟ انت عارفه. انا عارفه. انت عارفه. أنا ساعة عارفة المشروع طبعا. الفاشل اللي انا عملته ده. بس والله عملت كان فيه اكل ايه؟ فظيع. طب عملت فيه ايه المطبخ؟ قفلته. يا راجل. امال ايه؟ بس يا حبيبي. فشل ذريع. لا 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 لا. اه والله الحمد لله. بس والله العظيم انت عشان ما كنتش فضيله. ما هي دي. لازم. لا، فكره ان الواحد يشتغل في حاجه بتاعته او مهنته دي بتبقى افضل يعني طبعا. كتير من انه يخش في حاجه مش فاهمها يعني. لا بس طب عايزه اسال يعني ايه اللي خلاك تفكر في حكايه المشروع دهوت وكنت بتفهم فيه يعني بجد؟ انا بحب الاكل جدا. انا عارفه انك ده بتحب علاقتي الاكل. بالمشروع اني بحب الاكل. طب بتطبخ؟ لكن بجد؟ هو بطبخ، بس ما انا بمثل. لا، أنا فجبت واحد متخصص، ده كان اعلى حاجه ده. انا ايه، مره رحت قلت بقى بص، هي الحكايه ما استمرتش كتير يعني، شهرين كده ولا حاجه كتجربه وانتهت يعني. قلت ابص بيعمل ايه الراجل ده، وفي ناس يطلبوا طلبات وبتاع. ففي سلطه فراخ بالمايونيز، اوكي. أيوة. سلطه 5 جنيه. ماشي. آه. فالاقي في مكان معين بيطلب 2 سلطه فراخ بالمايونيز بس، مش جنب الاكل، لا بيطلبهم هم بس. يعني ما بيطلبش اكل وجنبيه سلطه. اوكي. ها. ويوميا بيطلب 2 سلطه فراخ بالمايونيز. فانا استغربت جدا، ب 10 جنيه. فجيت قلت للي هو المسؤول بقى عن المكان يعني اللي بيطبخ، قلت له اعمل لي 2 سلطه فراخ بالمايونيز. وقعدت اراقبه. فلقيته جايب فرخه ب 20 جنيه بيعمل بيها 2 سلطه فراخ. لا 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 لا. فلقيت الحمد لله بكسب كتير يعني. يا عيني يا عيني يا اشرف. والله. يا عيني يا اشرف. لا عادي عادي. ما دام حاجه الواحد المهم ما يخسرش اللي حواليه فيها يعني هي ده اهم حاجه. بس عايزه اقول لك حاجه، احنا ليه فشله في المشاريع الغير الفنيه؟ غير فنيه. يعني هي تفرغ. هي تفرغ بجد. يعني احنا لو عملنا مشروع في شغلتنا متهيألي هيبقى افضل من ان احنا نعمل مشروع في حاجه تانية. يعني لو حاجه ليها علاقه بالانتاج، حاجه ليها علاقه بالخدمات بس انا حماره الانتاجيه. برضه في الانتاج. انا انتجت فيلم واحد ضحك ولعب وجد وحب. ده كان انتاجي. بس ده كان فيلم جميل. بس انا وكسبنا اياميها يعني، جبنا اياميها 1,700,000. ده اياميها كانت ما فيش الارقام طبعًا. دي طبعا. وما كسبتش حاجه انا بقى عشان برضه. احنا كنا شركاء كتير قوي، فانا ما فهمتش فما كسبتش حاجه. اتفرقت الحكايه. تفرقت الحكايات. طب بمناسبه بقى الارقام والفصال، انا افتكر كانت والدتي الله يرحمها كانت مثلا الناس اللي بيبيعوا حاجات فتقعد تفاصل معاهم ازاي. اللي هو بجد يعني ايه. مثلا حد بيقول 2 جنيه تقول له 3 ساخ كده. اللي هي باديه من هنا يعني. وكانت بجد بتشتري بكده يعني. هم اكيد كانوا فاهمين عننا ايه المنتج ده لا وسعره إيه. يعني بص، انا هقول لك حاجه. انا ماما وانا صغيره لما كانت تاخدني معاها وكده، انا ما كنتش بفتكر قد ايه بتفاصل، بس انا كنت فاكره انها امي قروبه برضو، مش اي كلام يعني. يعني كانت تبقى عارفه انها يعني بص على الرقم، هتاخد ده هتقدر تشتريهولي ولا لا. فهتروح رايحه منقيه ده عشان لا تتكسف ولا تقول ما عنديش، ولا تقول مش عارفه ايه. وانا شباطه يعني، انا حاجه شبطت بقى في حاجه. فستان في جزمة حاجه بتاع غريبه جدا. وكان من محل اسمه ريفولي هنا. كان في بورنيطه. البورنيطه دي هي انا عندي ضفيرتين طوال اساسا. وماما كانت ضفايري لحد هنا. والبورنيطه بضفيرتين تانيين شقر. فانا كنت حابه قوي ان انا عندي 4 ضفاير. وفرحانه جدا بروحي كده وبتاع. فنزلت واشتريتهم لي، وكان شكلي زي الهولنديات. عارف البيبيهات الهولنديات الحمر دولت المصفرين. فانا فاكره ان انا شبطت، بس هي ما كانش عندها فلوس اياميها. قالت لي مش وقته مش وقته مش وقته بعدين. روحت البيت قالت لي بتفضحيني، ما عنديش فلوس اجيب لك النيله دي دلوقتي. بس ما فاتش 4 ايام ونزلت وجابتها لي. طبعا طبعا. بصي الواحد لما بيفتكر الوقت ده
ويفتكر ان هو اللي كان في حد مسؤول منه، مش احنا اللي مسؤولين النهارده، وكل أيوة. واحد عنده مسؤوليه شغله ومسؤوليه ايه اللي دخله ومسؤوليه مين كتب ايه ومين عمل ايه. كنا ابيض. تعرف بقى بتوحشني الايام دي، المعاني دي بتوحشني، لان احنا دلوقتي مسؤولياتنا كترت زي ما انت بتقول. انت اتولدتي وعشتي في مصر. اوكي. آه. فتره المدرسه. الله. فتره المدرسه عايزه اقول لك كنت بكرهها كره العامه اياميها. دلوقتي ادفع عمري وارجعها تاني بنفس زمايلي، بنفس اساتذتي، بنفس المدرسين بتوعي، بنفس الطلبه. وانت عارف ان انا مدرستي بتوحشني. طبعا طبعا. وامشي حواليها في مصر الجديده. والله العظيم بالليل امشي حواليها، وامشي عند بيتنا القديم اللي انا اتربيت فيه، وافتكر الايام الجميله دي، وافتكر ايام ما كنت بلعب عجل، وانزل من ورا ماما اركب موتوسيكل جاوا. موتوسيكل؟ ايوه. ليه بقى؟ قول لي ليه؟ انا شعري مجعد. اوكي. وشعري طويل، فانا عايزه افرده. ويا سلام. ماما مش عايزه توديني للكوافير. بالموتوسيكل. اركب الموتوسيكل واجري، يتفرد على طول، يبقى انا اعرف سشوار، اعرف مكوى. اياميها ما فيش بقى الكلام دوت. ماما ممنوع الكلام ده عندنا. سشوار؟ انت اتجننتي، هتروحي المدرسه بالسشوار؟ وفاكره اللبس اللي كنت بتلبسيه؟ طبعا. مريالتي كانت زرقاء، وقميص افرنجي ابيض، وبريه ازرق. اللي هو ايه؟ بريه. 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 اوكي. وكرافته جراي بالابيض بالازرق. ولازم طبعا شراب وجزمه. ده كان لبس المدرسه كله، ما ينفعش حد يوم يروح مش هزار. ولازم نلم شعرنا في المدرسه، ما نسيبش شعرنا، يبقى شكلنا مش طبعا مش حلو. فلازم نلم شعرنا طبعا، ما فيش ولا مانيكير ولا ضوافر ولا الحاجات دي خالص. وفاكره مره رحت المدرسه نسيت الكرافات، ونسيت الحزام بتاع المريال، ونسيت البريه، ورايحه طرزانه كده. فقالوا لي الهاد مسترس عايزاكي. كانت مسز سعد الدين، الله يديها الصحه، لسه موجوده. فلقيت الفصل كله راح قايم قال لي هتروحي لها ازاي؟ دي هتذنبك، ما ينفعش تخشي لها كده. اللي قلعت الحزام، واللي ادتني الكرافته، واللي ادتني البريه، واللي لمت لي شعري، كلنا. وكنا اولاد وبنات في نفس الفصل. فطبعا دخلت لها كما انزلت الطالبه الجيده يعني المؤدبه. قالت لي وانت كنت كده في طابور المدرسه الصبح؟ اتريها شايفاني. قلت لها ايوه. قالت لي ايوه ايه؟ وانا كنت فين؟ ايوه ايه؟ تعالي هنا. ادتني حته قلم على وشي، ومسكت ودني دي خرجتها في ايدها. بس عايزه اقول لك ان انا كنا نسمع خطوتها ركبنا تعمل كده. بس اول مره شفتها بعد ما بقيت نجمه جريت وبوست ايدها، لان عايزه اقول لكم الست دي بجد ربة اجيال. ومهما احكي لك اللي عملته لنا ايه، ازاي بنحبها، ازاي بنحترمها، ازاي بنكن لها كل المشاعر الحلوه. ما هو ده الجمال، يعني الواحد في وقت شايف ان ده ضغوط عليه، وان هو مش براحته، وان هو عايزه ارجع تاني الايام. بالظبط. وكنت شاطره في المدرسه. يعني انا كنت جامده، متفوقه في المدرسه. كنت جامده جدا في المدرسه. لحد ما كبرت شويه حسيت بشكلي. نسيت بقى الدراسه، ابتديت بقى اعمل شعري، وابتديت بقى وفيص في المدرسه وحكايه. فكرتيني بنوع من انواع العقاب. الواحد كان ايه، برغم ان هو لطيف يعني، ما كانش حاجه، بس كان بيوجع قوي، اللي هو بتاعت شده الودن. وايه تاني غير شده الودن؟ ماما مره ضربتني. كان عندي دولاب في الاوضه والسرير، وفي حته كده كان بنحط سبت الغسيل. ايوه. في كورنر كده. تمام. دخلتني جوه الكورنر ده وبالبوكس في عينيا.
كده وكده. تقول لي انا مش هقدر عليكي، طخ عيني دي تروح خارجه. اقول لها ماما بس مش عارفه ايه، تقول لي ماما جاك مو طراخ بالبتاع. يا نهار اسود على اللي عملته وجاك فيا. مو. جاك مو. ايوه صح. جاك مو لازم الجمله دي طبعا لازم تتقال. يا ماما مش عارف ايه جاك جاك مو. مو. ماما ايه؟ انا اموت واعرف ايه المو ده. مفيش مو. وايه المو اللي هيجي لي اللي انا خايف منه ده؟ جاك مو. لا وكان في برضو اللباليب. من هنا أمال يا إيه؟ سلام، يا سلام على القرصه دي، وروحك تروح كده وتبقى مش قادر يعني عايز تقول حاجه بس مش ما بتطلعش، مفيش صوت طالع منك. ده ياسر كانوا متعلمين في مدرسه واحده كل مره قررت اخاصمها، انا اللي قررت اخاصمها. فقلت والله العظيم ما انا نايمه جنبها، انا هنام في اوضه المكتب وكده يعني. تفتكر سالت عليا؟ ولا عبرتني ولا عبرتني بنكله. تاكل تتغدى تتعشى ما تقوليش تعالي، قالوا انا عامله اضراب. طبعا بالليل بعد ما اعرف انها نامت انزل على الثلاجه يا اشرف أيوة. اطلع عينها ما فيش. الست تقوم الصبح ما تلاقيش حاجه في الثلاجه. ساقع مش ساقع جعانه. باكل بقى من غير ما احس. بس انت بجد بتحكي. انت كنت بتعمل كده؟ بالملي. شفت؟ اللي هو اغضب على الاكل. يعني ايه اغضب على الاكل وانا جعان؟ انا هموت. وانا غضبان على الاكل ومش هاكل. وبعدين مفيش مصروف، خد بالك. ايوه مفيش مصروف تاخد مثلا تصبر ريقك كده في المدرسه بحاجه. مفيش. لا انا كانت فكره اللي هي ايه، ان انا اللي بعاقبهم باني ما باكلش. فهي تقول لي مش عايز تاكل عنك ما اكلت. بالظبط. وانا اللي هو ايه جاك مو عنك. والكرامه واخداني وقعدت جنب الاكل هموت. انا مرة جابت لي جزمة عشان المدرسة، كنت بدوب الجزم كتير لأني بلعب كورة كنت في المدرسة. جابت لي جزمة كريب إنها تدوب. أعمل أي حاجة بكرهها، الجزمة بكرهها، عايزة أغيرها. مفيش. جبت مقص وقعدت أقص في الكريب بتاعها ما بتتقصش. اللي هي بتدوبيها بايديك. بدوبها يعني. تقولي دي مش هتدوب معاكي كل يوم هي. بس والله يعني ايام جميله. وافتكر كمان برضو من الحاجات اللي الواحد ما بتمشيش من ذاكرته خالص الرحلات بتاعه المدرسه. يا سلام. يا سلام. فاكره انت رحلات الاقصر واسوان؟ احلى رحله بقى مش المدرسه. احلى رحله عملناها في الاقصر واسوان لما كلنا الفنانين طلعوا الاقصر واسوان وقعدنا نلعب كوره. ايوه فاكر؟ ايوه فاكر؟ طبعا. دي من احلى رحلات حياتي. انا في حياتي انبسطت كده. اتبسطتي واستمتعت وجريت ولعبت كوره وما نمتش 4 ايام ما نمتش. مستخسره انام. اهو دي تستاهل ما تنامش فيها. طبعا. لا ومع اصحابك ومبسوطين كله. والواحد فعلا بجد مع ضغط الشغل مع ضغوط نفسيه. احنا شغلتنا كلها بتاعت اعصاب. لا صعبه يعني قوي صعبه. فلما الواحد يفك شويه ويخرج يبقى نفسه يعني بس شويه هي دي امتع حاجه. وحتى الواحد بيرجعها دايما للمدرسه وقت ما كان الواحد ما بيفكرش غير انه هيقضي يومه بس ازاي. انت كنت بتروح بالاتوبيس المدرسه؟ لا حضرتك ماشي. على حسب. المدرسه الابتدائي في وش البيت بنزل على الجرس، دي كانت بايخه قوي. المدرسه الاعدادي ابعد محطتين مثلا كنا بنتمشى. المدرسه الثانوي كانت ابعد بتاع 3-4 محطات، لا اما نتمشى لا اما الاتوبيس كان بالباص برضو بس اللي هو بس الباص بقى اللي هو ايه 40 بشرطه، الباص 40 وسواق الباص يجي عند المحطه فنقوم راكبين. وكان في مستر دايما كده هو اللي هو الكمساري. مستر الكمساري بقى يجي لنا جود مورنينج يا اشرف، جود مورنينج. طب انت الباص بتاع المدرسه كان معاكي فيه ابونيه؟
لا والله بجد بجد، أحلى أيام، انا أحلى بستمتع أيام اما في بفتكر الدنيا. ده حتى. اول ها. وانت في سن صغير خالص وابتديتي تحس بنفسك بنوته جميله، ومعاكوا المدرسه فيها اولاد وبنات. اوكي، اول ولد طلعت عينه. طلعت عيني. اولا فضلت وراه لما جبته، كان اكبر مني ب3 سنين وعجبني من وانا صغيره، مش هزار. ابص له كده قلبي دق. حاجات من دي، والله العظيم. كان عندنا حاجه اسمها سلام بوك. اقول لك انا ايه ده؟ معروفه طبعا. لا مش سلام بوك ده مثلا ايه، غنوه جديده تنزل، نروح قايلين ايه رايك في غنوه كذا، فانا امضي واقول عجباني، وحشه، لذيذه، حلوه، بتفكرني بمعرفش مين. استفتاء يعني. استفتاء. سلام سلام. فرحت كاتبه ايه رايك في، انا اسمي في المدرسه سيفين، ايه رايك في سيفين؟ فهو كتب كيوت. كيوت يعني لذيذه. جميله. علقت بقى كيوت دي، جبت الحكايه من اولها. فضلت وراه، قعدت عكسه بالتليفون شويه كتير. وفاكرني قده، وانا طبعا اصغر منه. هو ما يعرفكيش لسه؟ ما يعرفش انا مين خالص. اوكي. وبتكلم على اني في سنه معاه في الفصل. وقعدت كده لحد لما جه في يوم قال لي تروحي سينما؟ قلت له انا؟ قال لي اه. قلت له انت متاكد؟ قال لي اه. جريت على ماما بقى. ماما، انا الاول طبخت لها من غير سبب كده. الاول يعني رشوه. فهي حست ان في حاجه مش طبيعيه، قالت لي ايه، كان في ورقه المكرونه زمان الزرقاء دي. أيوة. فاكرها؟ ايوه سباجيتي دي طبعا، واخد بالك؟ كانت بتعجن دي بقى تعجن، اول ما تحطها كده تلاقيها كوره. عملت لها الكوره دي. فقالت لي انت عامله كده ليه؟ قلت لها بصي يا ماما انا عايزه اروح سينما. قالت لي مع مين؟ قلت لها مع ولد. الشوكه وقعت طبعا من طبعا. وبصيت لي كده، قالت لي معاكي في المدرسه؟ قلت لها اه. واذا قلت لي لا هخرج معاه، فما تقولي ليش لا، وخليكي لذيذه لطيفة كده يعني. لطيفه كده. فقالت لي اسمه ايه؟ قلت لها اسمه. قالت لي اطلبيه في التليفون. اطلبه؟ قالت لي اطلبيه. انا مامة سيفين، انت عايز تاخد بنتي فين؟ قال لها انا هنروح سينما، بس اترعب يعني طبعا. رجف. قالت له طب ممكن تيجي اشوفك؟ قال لها اوكي. قالت له تيجي قبل السينما، مش على ميعاد السينما يعني، قبل السينما بشويه. وفجاه لقيت امي بتلبسني وبتأنتكني، وعمري ما كنت حطيت مكياج. ففجاه حطيت لي روج. قلت لها ايه؟ قالت لي ترجعي بيه يا حلوه. والروج معايا. ومش هتقدري تروحي تشتري روج تاني. وما عندناش في البيت كله الا هو. فما فيش، ترجعي بيه، ولا تقولي لي شربت، ولا تقولي لي جعت، ولا تقولي لي اكلت، ولا تقولي لي حاجه. فرحت عشان ما يتمسحش. طول ما انا قاعده بقى يجي يكلمني اقول خلاص. قلت له، قال لي هو في ايه؟ قلت له بص ماما عشان الثقه ما تبوظش حطيت لي روج، قالت لي ترجعي بيه. فهمت؟ قال لي طيب. فهم. كانت اخر واول خروجه بيني وبينه. لا بس والله يعني عارفه، بيبقى دايما الواحد اول قصه حب دي بيبقى قلبه يعني حب عذري، مفيش لا ولا في دماغك حاجه. اي وبعدين حاجه خالص. انا ما كنتش بحب ام كلثوم وانا صغيره. انا حبيته، فحبيته ام كلثوم، مش عارفه ايه العلاقه، بس حصل كده يعني. كنت بتحبي ايه لام كلثوم؟ اول حاجه حبيتها الف ليله وليله. الف ليله وليله دي كانت اول حاجه حبيتها لها. وبعدين ابتديت بقى افهم، وابتديت قبليها ما كنتيش تستوعبي اغاني ام كلثوم؟ لا ما كنتش. كنت اعشق حليم. حليم كنت بعشقه طبعا. اي حد تاني، بس ما كنتش بحب كنت بحس ان ام كلثوم بتاعت الكبار. ايوه. مش بتاعتنا. أيوة.
اول ما حبيته، اول ما ابتديت احس انه في معاني كده مهمه في الحياه بتحصل، ابتديتي ابتديت تحسي احس معاني بقى بألف ليله وليله. لا بس هي ام كلثوم طبعا، وعبد قوية الحليم برضو. اغاني عبد الحليم دي اللي هي لو واحده ما بتحبش او لازم واحد تحب. عمره ما حب، طبعا واحد بيحب على طبعا. روحه مع عبد الحليم. والواحد يمشي يشوف واحده حلوه فيفتكر اغنيه ايه فاتت بتاعتها. جنبنا مثلا. مثلا مش عارفة فاتت إيه. جنبنا دي مرمطتني، فاتت جنبنا دي كده عارف قلبك. كل اغانيه واهواك وخايف طبعاً، مره احب طبعاً، وكل خايف مره أحب. دي حته اغنيه، خايف مره احب انا مش عايز اكرهك في عبد الحليم بس. ليه انا قلبي خايف. طب انت بتحبي له ايه كنت بتغنيه وقت ما كنت ايه؟ بحب له كل حاجه. بص يعني بعشقه، يعني اي حاجه لعبد الحليم كنت بحبه، حتى الوطني بحبه، كله بحبه. مفيش حاجه متهيألي غناها عبد الحليم ما حبيتهاش. يعني في الوقت ده وانت لسه في بدايه حب، وفي اغنيه معينه كانت معلقه معاكي؟ اهواك. اهواك. اهواك جميله. اهواك ايوه. واتمنى لو انساك. ترارا. احنا هنقضيها ترارا ولا ايه؟ ما ينفعش. قولي معايا بقى. انت هتقول؟ امال ايه؟ طب يلا لا تعالى ده صوت جنبي. فظيع يا شيخ قول. اهواك واتمنى. ثاني بس والنبي ما تضحكنيش والنبي، عشان لما ببقى رومانسي ببقى رومانسي يعني. احنا وقفنا فين؟ لا بس انت بتحبي الغنى. انت بتحبي الغنى يعني انا دخلت وصوتك جميل. التمثيل من الغنى. والله من كنت ماشيه على الناصيه يعني، فسمعوني في التلفزيون، قصدي في التليفون، قصدي في الراديو. في الراديو. والله برنامج على الناصيه مع امال فهمي. لا مع عمر بطيشه، كانت مدام امل ما كانتش موجوده، كان عمر بطيشه وكان ابويا معايا. وده بقى ايه، اتنقل لتاني حب بقى في حياتك. الاولاني خلاص خلاص خلصنا، دخلنا في التاني من 3 ل6 والسلام عليكم. خلاص قلبنا على طول. وغنيت فاختاروني ممثله. انما انا ما كانش حد شافني في الاول. بس كنت ساعتها حابه الغنى، وكنت بتغني لمين ساعتها؟ لحليم بس انا غنيت غنوه مش لاي حد غير السيده سميره توفيق، عشان كان اسمها علي وكنت بحب واحد اسمه علي اياميها. اوكي. فرحت في الغنوه دي. الحمد لله مثلت فيها. هو برضو ما جاش. طب ايه رايك نسمع حاجه منك بقى؟ يلا هتقولوا معايا؟ طبعا. نقول ايه؟ نقول شاديه؟ يا سلام طبعا. ايه بقى؟ وحياة عينيك وفداك عينيا انا بحبك قد عينيا، وحياة عينيك وفداها عينيا انا بحبك قد عينيا، لا قد روحي لا شوية، لا قد عمري برضو شوية، غيرتني جننتني وياك كده ليه؟ نستني كنت هقولك ايه، وحياة عينيك وفداها عينيا انا بحبك قد عينيا، لا قد روحي برضو شوية، لا قد عمري برضو شوية، حيرتني جننتني وياك كده ليه؟ اديتيني المايك ليه؟ بص يا جميلة، قولي يا قلبي. بما ان احنا غنينا جامد جدا، ايوه ايوه نرقص بقى ولا فاكيد ايه؟ جوعنا. ايوه. ايه رايك نقوم ناكل؟ هتعمل لي ايه؟ هفرجك.
دلوقتي يا جميله بما ان انت عندي فانا اخترعت لك بوفتيك. هو مش اختراع مش ولا حاجه اختراع، يعني. هو اسهل حاجه. اسهل حاجه بوفتيك، هو ده المضمون. بس بالبقسماط وبتاع والحاجات يا دي. سلام. طب هات اعمل اي حاجه. لا طب انا ممكن اقول لك حاجه. ايه رايك تشاركيني في حلو. طماطميتين طماطميتين. طماطميتين وخيارايه وليمونايه، وايه تاني بيتحط في ايه دي؟ السلطه؟ ايه ده؟ انه ده كل دي جزره؟ دي ام الجزر. لا انا مش، انا دول حلوين. حلوين دول. وفلفلايه ممكن فلفلايه وسكينايه. لازم برضه. هات. وطبقايه بقى عشان تحطي طبقايه فيها اللي علشان انت اعمل كل هتقطعيه. الحاجات دي ولا ايه؟ يعني بصي عملتي وحدايه تعبتي كفايه. اما الواحد الزغوطة دي في الآخر. بيدخل المطبخ بيفتكر دايما ايه؟ اكله كلها من والدته عمره ما داق زيها في الدنيا. يعني دايما بيفضل الواحد عنده اكل يعني مهما اكل في اي حته. بس انا ماما ما عرفتش تطبخ الا متاخر قوي. والله؟ ماما كانت جامده قوي قوي. ما كانتش بتطبخ خالص. خالص. فما كانتش بتفهم حاجه. دلوقتي بقت تصدق انها جابت كتاب أبلة نظيرة. أبلة نظيرة. واتعلمت منه. والله. وحياة ربنا. وبقت تعمل اكلات جامده. كل حاجه. في الوقت اللي انت ما كانش ليكي دعوه بالمطبخ خالص. خالص. ودلوقتي انا بعمل اكل جامد. بس هي كانت بتعمل ايه اكتر اكله انت كنت بتحبيها اما بتعملها يعني؟ بص، يعني ماما مش بتاكل اكل تقيل، لكن انا مثلا بعشق الملوخيه. الملوخيه بالنسبه لي شيء مقدس في حياتي. ملوخيه بعشقها. ملوخيه بالايه؟ بالارانب ولا لا بالفراخ؟ لا مالكش دعوه بالارانب، دلوقتي بتفكرني بالقطط. انت ما بتحبهاش؟ لا والله اصل في ناس فعلا كده لا، ما وبيقفلوا أقدرش عشان عليها. بيشبهوها بالقطط برضه. عشان عندي قطط. فانا بحب القطط بتوعي، انا مش ممكن اكل قطه. مش معقوله طبعا. مش كده برضه. مش معقوله تاكلي القطه ملوخيه. هو ده لازم اقشر دي؟ لا طبعا مش عارف. طب يعني ما ينفعش اقطعها كده عادي؟ انت ممكن تقطعي عادي خالص. انت اشتغلتي انا اللي اشتغلت. والله ما اعرفش ليه. يلا بس يلا. حلو. لا بعملها بالفراخ او بالبط او باللحمه. افكرك بحاجه غريبه جدا. فكرني. فاكره السندوتشات اللي كنت بتاخديها معاكي المدرسه ولا ما كنتيش بتاخدي طبعا. سندوتشات؟ لا كنت باخد. ايه بقى؟ لازم جبنه بيضه سايحه. جبنه بيضه سايحه بالطماطم. دي مهمه جدا. مش اللي هي الاسطنبول اللي هي الناشفه دي؟ لا سايحه. حتى لو كانت الاسطنبولي تسيحها لي تتفرد؟ بالطماطم. يبقى الساندوتش مقفول كده. ما يطلعش منه الجبنه. ده بالنسبه لك طبعا دي يا سلام حاجه اساسيه. طب وكان هو الجبنه بس؟ جبنه جبنه ممكن لانشون، ممكن جبنه رومي برضو سايحه. لازم تبقى سايحه، ما تبقاش كده. جبنه رومي سايحه يعني تحطيها في الميكروويف مثلا، تحطيها في وقتها بقى كان طاسه زي دي ونقفل عليها وخلاص فتسيح. تسيح بقى كده وريحتها بالعيش الشامي. طبعا. يا طبعا. انت سلام. هتجوعينا ليه بقى يا اسره؟ انا عارفه بقى اللي انت بتعمله فيا ده ايه. فاكره طبعا الرحلات. انا اجمل حاجه في رحلات ده انا ما حطيتهاش في البقسماط يحصل ايه؟ وانا قلت مال منظرها غريب. في واحده ما انا سيبها وتقول لي فشل ليه؟ يا نهار اسود. وتقول لي فشل ليه؟ ازاي فشل ليه؟ طب البقسماط اقعد احطها فيها لغايه امتى؟ خلاص بقى هو كده. مرتين وخلاص. وخلاص تحطها. اوكي برافو. اعمل واحده ثانيه بالبقسماط بقى يعني عشان ايه برضو وجب معانا. طب انا افتكر دايما اللي هم الصحاب بتوع المدرسه. يعني نادر ان الواحد يفضل معاه اصحابه لغايه النهارده. يمكن معايا اصحابي لحد النهارده والله. اللي كانوا معاكي ايام المدرسه. واللي كانوا معايا في الفصل واللي كانوا معايا في المدرسه. كلهم معايا. وبتشوفيهم يعني؟ بشوفهم. لسه ما يعني احنا كل اسبوع لازم نلتقي. والله. وفي ناس اتجوزوا من المدرسه. يعني عندي صاحبتي رندا متجوزه عمر، وعمر كان جاري وكان في نفس المدرسه. كانوا مع بعضيهم في المدرسه. وما كانوش بيحبوا بعض في المدرسه على فكره. اتجوزوا بعد المدرسه؟ بعد المدرسه. يعني ايام المدرسه ما كانش في علاقه حب بينهم خالص. وبعدين ايه تاني؟ كان عندنا مشروع القرش. كان عندكم مشروع القرش لما تكونوا مفلسين؟ عشان
يعني لما تبقى مفلس اه مغضوب علينا في البيت، مفيش بقى مصروف، فتبص تلاقي نستلف. يعني اجي اقول لك ممكن تسلفني قرش لحد بكره، ورندا تروح تستلف قرش من معرفش مين، وهاله تروح تستلف قرش من معرفش، فنجيب 5 ساغ او 6 ساغ، نروح الكانتين ناكل بقى ونشرب ونقسم. ولازم نقسم مثلا الفروت بارتي، كل واحده فينا تاخد البق، ما تزيدش عن اللي بعدها عشان اللي بعدها تشرب. يعني حاجه كان يعني ده عندنا في قانون، عدل عاملين غير قانون. غير طبيعي. طب والقرش اللي انتوا بتستلفوه، أيوة. انا مش عارف ايه الكلام النهارده مش عارفه. اللي انتوا بتستلفوه ده احنا هناخد بقى المصروف بكره نرجعه. اوكي. نرجع بقى القرش. بس يومها تعملوا انقاذ بمشروع القرش. لان بنبقى متذنبين بقى ومش نافعين في البيت. يعني يكون مغضوب عليكم يومها مغضوب علينا يوميها في البيت. مش هنقعد بقيه العمر مش هناخد. لا احنا كنا بنعمل مشروع كده، بس اللي هو ايه يعني الفتوه فينا هو اللي يعدي على التانيين. ازاي؟ هات قرش. وبعدين احنا اساسا ما كانش يعني الكانتين ده برضو هات قرش. هات قرش دي ما ينفعش ما ادلوش، يعني اللي يجي يقول لي كده انا لغايه دلوقتي انا فاكر واحد كان معانا في المدرسه وفاكر اسمه. اسمه بعد كده اتعمل فيلم يعني. يا سلام. والله، بس مش هو الشخص، لكن الاسم نفسه يعني. مين؟ كان اسمه تيتو. تيتو ده كان المرعب بتاع المدرسه. يا سلام. انا ما اعرفش هو راح فين، ولا هل ده اسم عيله، ولا هل ده اسم شهره، ولا لا إيه؟ اسم شهره. بس انا فاكر فعلا ان تيتو ده كان لو حد قال له انت معاك كام يعني؟ هيقول له انا معايا كذا، وتاخدهم. هات نصهم. اتفضل حضرتك، ده على طول. بس انا كنت بتعامل معاه يعني ايه يجي يقول لي كان كده. مصر الجديده؟ لا، حدائق القبه. يعني المنطقه دي. بس اكيد كان بيروح مصر الجديده. انت في حد وقفك قبل كده اسمه؟ انا افتكرته ده. لا، علشان كان في حد كنا عملنا عليه شخصيه عمرو دياب في ضحك ولعب وجد وحب. اوكي. فبقول يا ترى هو ولا مش هو. انا الفيلم ده بحبه قوي. يعني حتى اللبس العسكري اللي كانوا بيلبسوه في المدرسه الثانوي، الحكايه دي كلها صح. كلنا مرينا بيها. صح. وان هم شله شباب وبيعملوا ايه وتعرف بمين. وانت طبعا كنت عامله حته دور فظيع. جميل يعني. جميل. وطارق التلمساني لما اخرجه كان اول اخراج ليه، وكان هايل. ومش عارفه ليه ما اخرجش تاني يعني. واخد شطات صعبه، يعني شطات المترو دي كمان دي صعبه جدا. دي طبعا صعبه جدا طبعا. طيب، فاكره اغاني الرحلات؟ مش كلها تصدق. قول بقى انت. طيب قول يمكن افتكر حاجه. في طبعا اللي هي الحاجات اللي هي بتاعت ايه، بس ما اعرفش دي هل نفسها اللي انتوا كنتوا بتغنوها، ولا كنتوا بتغنوا انجليزي ولا فرنساوي ولا انجليزي. يعني يلا عالترعه حود على الملح كنتوا بتغنوها ازاي دي؟ ياللي عالترعه حود على الملح. لا يعني كان في اكيد اغاني وقتها، يعني مثلا اغاني وقتها بتاعت كل وقت كانت هي اللي بتبقى موجوده مع الثوابت بقى اللي هي موجوده بتاعت ما كفايه طماطم. خلاص. ولا انا ايه اكتر حاجه بحبها الطماطم. والله. قطعي. طب قول. فكانت الاغاني اللي الواحد بيفتكرها طبعا وقتها هو ده اللي بنغنيه يعني. انا بتهيألي دي هتتحرق. انا لازم اشيلها في توقيت معين. اعتقد. برافو. والله شكلها لطيف. والتانية اللي احنا نسيناها اللي هي من غير ردة دي، يا عيني. عايزه اقول لك شكلها عجيب. شكلها سمك. شكلها متعذب. طيب انت كنت بتقولي انك انت بتحبي القطط قوي. بحب القطط، بحب الكلاب. انا عندي قطط وكلاب. مربيه كذا قطه وكذا كلب مثلا. لقيت قطه تحت عربيه خالد صغننه جدا، قد كده اهو. سياميز قمر. صوتها وحش قوي قوي، مياو. يعني الصوت اللي بيطلع منها ملوش علاقه بالجمال الرائع اللي هي فيه. قطه بلدي؟ لا، سياميز يعني ايه؟ سيامي. هي دي. برافو. بس هي دي يعني جمع، يعني اكتر من قطه يعني سياميز. هي دي بقى. سيبك منها، احنا كان عايزين نص بس. طيب
سيبك من النص اللي طب وقع. هسيب بس المهم احنا اساسا عايزين النص اللي وقع. طيب ذروات الدنيا. طيب انت ايه اللي محترفاه في الاكل؟ بص انا اعمل لك احلى صينيه بطاطس بالزند. عارف ازاي؟ الزند؟ اللي هو الكتف. زي الكتف. الكتف. اعمل لك شعرية ما حصلتش. طب بطاطس بالكتف ده تحط معاها ايه؟ بصل مثلا؟ بصل ولورا وحبهان ومستكة، وطبعا ممكن تحط شوية سماق عليها. سماق؟ سماق اللي هو ايه ده؟ السماق ده يا سيدي حاجة حمرا كده هوت. ايوه بتتحط مرات على البيض لما تقليه، ويبقى بدل ما تحط ملح وفلفل تحط سماق. حاجة جميلة قوي. ده زي اللي بيتحط على الليمون المعصفر. بس مش زعفران. التاني زعفران احمر بقى. طب ما انا ناقص لخبطه. فده بيبقى جميل قوي. اعمل لك ايه تاني؟ اعمل لك محاشي مثلا. اعمل لك محاشي حلوه. اعمل لك كبد وكلاوي. اعمل لك ميزاليكيا تجنن. اعمل لك كل ده انت احترفتيه؟ احترفت. ما كنتيش ولا شفتي حد بيعمل؟ لا وبعدين انا لو عندي مزاج اخش لك المطبخ بقى اعمل لك اكل ما حصلش، بس والله. يجي المزاج. ما هي حب. يجي المزاج. هي فكره ان حد بيعمل حاجه حبيبها يعني. دي انا عرفت دلوقتي انك انت مالكش في الطبيخ خالص. ليه؟ انا سبت البتاعه اتحرقت ولا ايه؟ يعني شيطت يا عيني. بص الغلابه. لا بس عاملين هفرجك إزاي؟ على دي. يا نهار اسود، دي لو دقتيها يا راجل. ده هعمل ايه تفتكر بعد؟ هيحصل لي ايه بعد؟ انا سبتها في المطلق كده يعني. وانت ركبي بعديها بقى. انا عايز اسمعك حاجه. قول. على ما ناكل وبعدين هروح اسمعك حاجه فظيعه. حلو. يلا بينا. ده من الاكل. بس بفتيك فظيع. فظيع. عمري ما دقت زيه. ولا عمرك هتدوقي زيه. ولا هدوق زيه. وكل لما عاوزه اقول لك اعمل لي السمكه الغريبه اللي انت عملتها دلوقتي. اما تعوزي تعملي رجيم بقى اعمل لي بفتيك عشان مش جعانه النهارده. عايز اسمعك حاجه من الحاجات اللي انا بحبها قوي. قول. يا سمرة حنة الله. يا سمرة حنة خليتي بينا وبعدتي عنا. دي كانت عظيمه الست دي، عظيمه. فظيعه. يا سمرة حنة خليتي بينا وبعدتي عنا. الورد كله كسل جناين، وش معنى انت اللي شاردة منا. الورد كله كسل جناين، وش معنى انت. طبعا دي ست عظيمه عظيمه عظيمه، الله يرحمها. وعايزه وهحكي لك على حاجة عمرك ما عرفتها. كنت قاعدة بسجل مع هي كانت بتسجل، وأنا رحت علشان أتعلم، لأن أستاذ محمد سلطان كان صديق والدي جدا. وكنت بروح وعايزة أشوف إيه الكواليس بتاعة المطربين، وإيه الفرقة الماسية لما أشوفها، وإيه فايزة أحمد لما تغني، وإيه وردة لما تغني. فكنت بروح معاها استوديو 46 إذاعة كانت بتسجل هناك. ودخل عبد الحليم حافظ. انا ما شفتوش من عمى قلبي. انا ما شفتوش. هو شافني وانا قاعده، فقال لهم مين البنت دي؟ انا عايزه اعمل معاها فيلم، دي تجيبوها لي عشان اعمل معاها فيلم. وانا بعد ما عرفت ان هو اللي شافني وانا ما شفتوش كنت بلطم طبعا. طبعا يعني بلطم لاني مش مصدقه روحي. الست دي برضو سابت فيا شيء كبير جدا جدا، علمتني حاجات كتيرة قوي. والله قوي. اولا كانت عاشقة لفنها.
ما يدسش عليها خالص في شغلها، يعني طبعاً. عند شغلها تلاقيها وحش. الباقي ست طيبة جدا وفي حالها جدا وملهاش دعوة بحد، لكن تيجي عند عند الشغل؟ شغلها مش هزار. اتعلمتي منها؟ اتعلمت منها حاجات كتير قوي. يعني حته، يعني انت من الناس المعروف عنك جدا يعني انك انت في شغلك بحب شغلي يعني وانت من كده انت قوي بتحب شغلك قوي يعني. انا مزعج. انا ممكن اوصل لحد الازعاج يعني. لا بس لا بس مريح في شغلك. انت انسان مريح في شغلك، وانس انك انت بتعرف كل حاجه وكل اللي انت عايزه بيبقى جاهز. انت ما فيش حاجه اجمل منك في الشغل. ربنا يخليك، ربنا يخليك. فاكر فيلمنا اه قضيه ده راي عام؟ انا فيلمنا ده اول حاجه حببتني في يسرا. يا حبيبي. فيلم اسمه حسن وعزيزه، وفي يسرا، وفي واد صغير اسمه اشرف. ان هي توافق تعمل فيلم مع اشرف، ده بالنسبه لي كان حاجه كبيره قوي. انا بحبك قوي، انت تستاهل اكتر من كده بكتير. ويعني بجد الفيلم ده برغم ان ظروف كتير جدا قابلته. فاكر مشهد القلعه؟ القلعه لما انا كنت نازله وبلبس وبقلع وبضربك. أيوة. فاكر المشهد أيوة. ده؟ طبعا. وكان كله خيال ظل. وبنركب بعديه العربيه. ونركب العربيه. فاكر؟ كان صعب قد ايه؟ لا احنا قابلنا برضو مشاهد صعبه قوي قوي. يعني أوي. المشهد. وبعدين معانا كريم جمال الدين، يعني رائع. الواحد زعلان ان هو ما عملش غير الفيلم ده. انا مخرج هايل. كل شويه اقول له يلا يا كريم اعمل حاجه يا ابني، اعمل حاجه مش كده. ما هو مش السنين بتجري. وبقاله فتره، وبعدين بقاله فتره وصورناه وقعد شويه، وبعدين كملنا صح. حاجه صغيره. صح. بس بيفضل في النهايه الفيلم الناس بيتفرجوا عليه. بجد ردود الافعال فظيعه. تحفه تحفه. عموما انا عايز اتكلم معاكي بقى في حاجه تانية خالص. قول. ايه رايك نرجع شويه لورا؟ ليه؟ شويه اكتر. حاضر. اكتر. حاضر. اكتر 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 اكتر. ده أنا رجعت في بطن ماما. انزلي بقى انزلي. حاضر حاضر. عايزين يعني النهارده طبعا احنا قدامنا البلاي ستيشن ده بقى هوس لناس كتير جدا، وعايز ناس يمكن كمان دايما. رونالدو، انا هاخد رونالدو. تاخدي ما انا ما بعرفش العب. انت ولا بتعرفي انا تلعبي؟ انا ما بعرفش والله. العب والمصحف ما هم بصي حضرتك بيمسكوا البتاعه دي هما الاثنين الفريقين يعني. دي بتاعتي انا. مثلا. واعمل ايه بقى؟ انا عارف. هبصي نقعد ندوس على الزراير دي كلها. دي ولا دي؟ اهو اللي في انت بتدوس على ايه؟ على ده. طب اوكي. وبعدين نشوط منين مش عارف. ده انا شطت في القاوت. هو انت اللي بتشوت ولا انا؟ والله معاه هم اللي بيشوطوا باين ولا ايه. العب يا واد العب. عرفت ليه انا ما بحبش اللعبه دي؟ انا عايزه اقول لك بقى، ودول وقفوا كده ليه؟ اتسمروا كده ليه؟ ما احنا سيبناهم. طيب اوكي. والباقيين عمالين رايحين جايين مش فاهمين ان احنا سايبينهم. العب يا كابتن العب. يلا اجري انت، اجري اجري. طب استنى جريه كده سنه اهو شاط. طب استنى. والتاني وقف اهو. طب اهو. لا العبي من اللي انت عندي ده. بتاعتك انت اللي بتلعب. انا ايوه دوسي على اي اهو. اتفضلي سيبيهم بقى سيبيهم. لا متغاظه قوي. خش جول خش جول يا باي. والباك ده ايه اللي طلعه؟ ما انا سايب البتاع بتاعتي. بيلن. بصي انا لا لعبت كوره ولا لا انا كنت بلعب. تلعبي كوره؟ والله. يا سلام. وحياة ربنا وانا صغيره. طب ايه رايك افكرك بالبيبي فوت اللي هناك؟ تعالي بينا. يلا. انت بتلعب بلياردو؟ وبلياردو ملياش بس في أي اللطافه حاجة. يعني. وفي اللي هي الدارتس دي لذيذه جدا. تعالي جنبي هنا اهو. طيب. عايز بقى ايه؟ افتكر معاكي اول ما لعبتي عجله طبعا. اول حاجه عجله. وكنت هايله وكنت يعني كنت بعمل حاجات كتيره. عملت فصل في صاحبتي هاله. احنا كان عندنا نزلايه في الجراج. وهي عندها العجله بتاعتها وانا عندي العجله. قلت لها بصي احنا نمشي بسرعه قوي، نسيب ايدينا كده، وبعدين في حيطه هنخش في الحيطه ونخرج زي مين؟
ميكي ماوس. يا سلام. رايحين تخش جوه الحيطه. فقالت لي هتخشي معايا في الحيطه. طبعا. قلت لها هخش معاكي في الحيطه وحياه ربنا يا هلا هخش معاكي خلاص. قالت لي اوكي. هلا بقى ميته، قلب ميت. قالت لي ها، قلت لها يلا، وبنجري بنجري بنجري بنجري. انا كل ما الحيطه بتقرب انا اترعبت، رحت مرميه كده، وهالي راحت داخله طخ في الحيطه واسنانها طاروا. يا نهار ابيض. قالت لي دلوقتي شايفه دول من مين؟ من الحيطه، من ميكي ماوس. من الحيطه ميكي ماوس. فلبستها في الحيطه. ده اللي هو ايه، لبستيها في الحيطه لبستها يعني. في الحيطه بجد بقى. لا وهي صدقتني، وانا فعلا ساعه ما بقول لها انا هخش معاكي في الحيطه، انا هخش معاها في الحيطه. انا شفت الحيطه ما استريحتش. شكيت ان ميكي ماوس ده بيستهبل ولا ايه؟ بيستهبل جامد قوي. لا بس عارفه حكايه ميكي ماوس دي، انا فاكر كان اول ما عرضوا ميكي ماوس حتى في التلفزيون كان اسمه ايه اللي هو بيقول انا جاي فرافيرو. فرافيرو طبعا. فرافيرو انا جاي ده. طبعا. ده كان حصل منه مشاكل. يا خبر. ده في كان ناس طاروا من البلكونات. بالظبط. امال انا لحقوني على السور. يعني كان فرافيرو ده اللي هو شخصيه ميكي ماوس. وده كان بيطلع، والتلفزيون ده كان اختراع جديد يعني. مش طول الوقت بنتفرج فشايفين ده كرتون كده اهو، ويقف على السور والبتاع اللي هي ورا ظهره دي فرافيرو. فاللي هو بقى العصابه وماسكين الراجل الطيب وبيضربوه، ففرافيرو ده يطلع عند السور بتاع السطح يقول انا جاي انا جاي، ويقوم طاير كده هو نازل ينقذ الطيبين من الاشرار. بس ملايات السرير واربط وفرافيرو. بيلحقش يقول انا جاي يا عيني. خلاص يكون بوم. هي بالظبط عامله زي اللي هي هنخش في الحيطه لحد من الناحيه الثانيه. لا بس انا يعني انا فجاه لقيتها اللي كانت عامله كده ونزلت على ظهرها كده ودم جريت. ما اعرفهاش. جريت. لا والله ده احنا كنا بنقعد نفتكر حاجات. يعني افتكر في المدرسه كان نخترع العاب، ما كانش فيه العاب متاحه زي دلوقتي مع التكنولوجيا. صح. مع الحاجات دي يعني. كان العجله دي هي اكتر حاجه مهمة يعني جدا في حياتنا. واكتر رفاهيه عجله. طب تعرف بالون بريزونيه؟ عارفه ممثل. لا خالص. امال ايه؟ وشكله كده ممثل فرنساوي كمان. خالص. كنا بنلعب فريقين. فريق هنا وفريق هنا، وهنا جون وهنا جون. اوكي. الجون ده يحاول ينشن على الفريق اللي جاي. لو انا ما مسكتش الكوره ولمستني هبقى مسجونه. صيادين السمك. يا سلام. اسمها بالون بريزونيه. اسمها كده؟ ايوه. احنا ما نعرفش، احنا عارفين ايه هو دي اللي هي ايه، انشن اخبط حد. ايوه ماشي. لو هو مسكها ايوه ما يتسجنش. ما يتسجنش. يبقى خد روح زياده. صح. يبقى خد روح. صح. ممكن يبقى عنده 2 صح. عنده 3. صح. تمام. صح. ولو جت فيه يطلع بره. وتعمل كده وتعمل كده. ايوه. على طول. ايوه. يصطادوا بقى السمك ده كله لغايه ما يفضل اخر واحد ده اللي هو بقى ايه جامد جدا يعني. هو هيتشنير من دي صيادين السمك. طب في لعبه تانية قولها لي كنت بتلعبوها، اسمها ايه؟ السبع طوبات. السبع طوبات؟ كان اسمها ايه عندكم بالفرنساوي؟ ايه السبع طوبات دي؟ مفيش. 7 يعني ايه بالفرنساوي؟ ست معروفه طبعا. طبعا يعني. ان دي تروا لغايه لا فرنساوي. مش اي كلام. واقول لك كذا جمله فرنساوي. قول بقى. تروا بيتي كوشون. ايه فرنساوي ده ولا مش فرنساوي؟ رابيتي كوشون. صح. رابيتي كوشون. ده يعني كان عند الامريكان. كان عند الامريكان ايس كريم 3 وحدات كده. فاكره ايه؟ هتلعب؟ تيجي نلعب؟ يلا. انت الابيض وانا الاحمر. Are you ready؟ هحاول. انت مبسوط؟ ايه يا ابني؟ ايه يا ابني؟ ده فيا. انت دخلت فيه؟ هو يعني ده جون فيا. ده جون فيه. الباك بتاعي ده متخلف.
أيوة وبعدين كده. أنا بشوط وبعدين عليكي. ايوه لا لا ها، ودي راحت فين دي؟ يا اوعى اوعى ها يا خبر. يا يسرا، انت ما كنت بتلعبي كوره كنت بتلعبي ايه بقى؟ يعني كده مرة اهو. جون مرة ويخش فيها اجوان كتير والله. بس يعني مرة جون مرة اجري اتعب اروح سايباهم قاعدة بره. كنت حباها الحكايه دي؟ بس كنت بحبها قوي. طاقه طاقة موجوده عايزه تطلع. انا كنت زي الواد الشقي، الحاجة الوحيدة اللي بتبين ان انا بنت شعري. بس غير كده مفيش. كنتوا بتروحوا تلعبوا في نادي مثلا؟ الشارع. في الشارع طبعا. قدام البيت. قدام البيت. كانش في كم العربيات طبعا ولا لا كم؟ لا 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 ما كانش في الكلام الفارغ اللي احنا فيه لا دلوقتي. بجد ده والله. كلام. يعني فكره لا. النهارده حتى عشان الواحد يسيب اولاده ينزلوا يعدوا الشارع دي مشكله كبيره لا يعني. احنا كان امان جدا قدام البيت، احنا كنا ورا البارون على طول. فالشارع ده كان هادي جدا، ما كانش فيه عربيات كتير، ما كانش فيه ناس بتيجي كتير. فبيتنا يعني بنشتغل في بيتنا، يعني قاعدين في بيتنا. مره مامي كانت جايبه لي شورت والجاكيته بتاعته وليه بنطلون، فانا قلت هلبس الشورت عشان عندي ماتش تحت. وبعدين يعني بعد الظهر البس البنطلون. قطعته. قطعت الشورت. قطعت كل حاجه اللي انا لابساها. قالت لي انا خلفت ايه؟ انت 10 ولاد في بعض، انت مش بنت، انت 10 عيال في بعض، مش كده. محدش بيقطع البنطلون. محدش بيقطع البنطلونات ولا الحاجات دي، وانا بقى مش هاممني حاجه. المصيف زمان جميل. ده طبعا كان متعه ما بعدها متعه. كنا نخلص المدرسه، اخلص النهارده ست تكون محضره هدومي في شنطه العربيه، نطلع على اسكندريه نقعد ال3 اشهر بتوع الاجازه. اوكي. ارجع على يوم المدرسه. يعني الاجازه مش كلها هزار. مصيف اسكندريه. اسكندريه. تنزلوا فين كنتوا؟ كان عندنا بيت في اسكندريه. كان عندنا بيت في اسكندريه، كنا بعد جليم. بعد جليم. بعد جليم، وكان جميل وكان على البحر. وكانت عماره اسمها عماره الوحش. والله. فاكراها لحد دلوقتي. وكان عندنا بقال اسمه عم زغلول. وكنت بحبه قوي عم زغلول ده. ولازم طبعا شوكولاتات. وتنزلوا طبعا الصبح تروحوا على البلاج. على البلاج، على المعموره، نقعد هناك نتغدى. المعموره ما هناك. بتنزلوش في جليم نفسه اللي لا قدامكم؟ لا نروح، ماما سته كانت هناك. معموره نقعد هناك نتغدى نرجع كل يوم على البحر. على البحر لحد لما الشمس تروح ونرجع. اللون طبعا بيختلف. كل مفيش الحياة في دماغك بتختلف. اي حاجه بقى ولا شويه بفكر شمس في أي النهارده حاجة. ممكن تقلقنا. لا لا عشان لا لا عشان الفيلم اللي الحاجات. بنصوره لا والحقيقة. خالص. وعلى طول انا في البحر. كورس شمس 3 اشهر. شعري يصفر وانبسط قوي الحكايه دي. وكان في معاكسات طبعا. 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 يعني كنت بنبسط قوي لما بتعاكس. طبعا. كنت بنبسط قوي لما بتعاكس. احلى معاكسه كانت بتبسطك؟ احلى معاكسه يعني مثلا كلمه ايه الجمال ده، ايه الحلاوه؟ لا مش فاكره دلوقتي بس هجيبها لك. بس كنت ممكن تردي على حد مثلا لو تتضايقي منه ولا بتمشي على طول؟ لا كان ممكن. يعني ايه الكلام ده؟ لا إيه اللي يعني انا فاكره زمان على يعني ايام الميني جيب، انا كنت بلبس ميني جيب. فانا فاكره ان انا كنت في المترو وشفت واحد جاي يعني مركز جدا عليا، وكنت انا برضو هاله صاحبتي ورندا. فاول حاجه عملتها وهو داخل كده عليا رخ بالقلم عليا من غير ما اتكلم، من غير ما تعرفي. فراح واخد بعضه وماشي. يعني هو كان داخل عليا جامد قوي يعني عارفه يعني الواد اللي هو اول ما انت تشوفيه بقى ايه فرحت بصله وايه عارف لما بيقرب ومصر ستريت لاين ماشي كده، هو رحت طاخ بالقلم راح واخد بعضه. ده هايل ده كان في الترام. في الترام بتاع اسكندريه. وكنت ايه تاني؟ بس البلد كلها يعني انت كنت بتقولي بتلبسي ميني جيب او كنت بلبس ميني جيب. كل الناس كانوا يعني دي كانت موضه، ما كانش لا ما كانش فيها حاجه منتقده ولا كان لا خالص. يعني النهارده اكيد لو واحده لابسه ميكرو جيب وطلعت الترام او طلعت
مش طلعت دي الطه ما تطلعش اساسا يعني. مش هتعمل كده. طبعا. بس ايامينا ما كانش في حاجه من دي خالص. كانت الحكايه مختلفه. كانت الحاجة ومحدش كان بيبص لحد بشكل سيء بالظبط خالص بالظبط. يعني بما فيها في المصيف وانت لابسه مايو ونازله في والمايو وسط ده كله الناس. ما كانش في حد بيبص لحد بطريقه بايخه ابدا ابدا. بالعكس كان في ذوق كانوا في التعامل. بيحترموا قوي حريتك وان دي حريه شخصيه وانت جاي مصيف تنبسط مش جاي عشان يعني تبقى. كنتوا بتروحوا بتنزلوا على المصيف ومعاكي ماما مثلا؟ ماما وخالاتي وست ما كانتش بتنزل المصيف كتير يعني ما كانتش بتيجي يعني لو تبقى قاعده جوه يعني عارف ازاي. انما لازم مع اهلي كلهم بنزل معاهم كلهم. تبقى في حاجات ثوابت في الحكايه دي يعني. انتوا مثلا عندكم كان مكان على البحر؟ على البحر اوكي في المعموره. في المعموره فده محطوط فيه يبقى حد بيعمل الشماسي حد بيعمل الكلام. الزهراء شوف بقى شوف ياه. فاكراها وكان قدامي كان بيت علي بدرخان والله. وكنت بشوف سعاد حسني. طبعا يا خبر طبعا يا خبر. واول مره اتمنيت ابقى ممثله كان في المعموره. كانت سعاد حسني بتعمل مشهد من اين عقلي. كانت بتصوره هناك؟ كانت بتصوره. فانا شفت اكرانات بقى ومش فاهمه يعني ايه اكرانات ولا اي حاجه. شفت بقى منظر وشكل الكاميرات والعمال. قلت الله ده حاجه حلوه قوي يا رب ابقى كده. صور يعني عارف من قلبي طلعت. بس المعموره دي اخذت مني طبعا جميل. طبعا. هو اجمل ذكرى اللي هي ذكرى المصيف وخصوصا انها مرتبطه باجازه ما عندكيش بقى دراسه ولا امتحانات ولا بتاع. نتائجك كانت بتبقى عامله ازاي؟ لا كنت جامده قوي بقول لك لحد لما ابتديت بقى مرحله ثانوي اتفرج بقى فما بقى فخلاص دمرت خالص. وبعدين لا وبعدين عملت GCE لان ما كملتش في المدرسه. اوكي. فعملت الGCE ونجحت. بعد ما عملت الGCE مثلت. ما كملتش وخلاص. بس لازم احكي لك حاجه على المعموره. مره نطيت من الدور الرابع. الدور الرابع؟ نطيت من بلكونه شفت شقاوتي كنت عامله ازاي؟ ما بهزرش. من بلكونه لبلكونه عشان انزل اقابل علي اللي هو نمرة 2 بعد الاولاني ده. وعلي كان رايح المعموره وكان في المعموره بقى ناويين من مصر. فابويا نو واي اخرج اقول له راح اقابل علي. علي مين؟ على مامي. على ام علي. على ام علي. ففاكره ان انا هو نام واحنا كنا في الاوتيل في المعموره لان كان خلاص كنا بنأجر بقى بتاعه وما كانش عندنا مكان. فالاوتيل كل البلكونات جنب بعض. فقررت ان انا هخرج يعني هخرج. فرحت لابسه ونطه في الناس اللي جنبينا قاعدين قلت لهم قاعدين في البلكونه. بابا لو عرف هيموتني. ورحت نازله البلكونه اللي بعديها. لا بقى هي بلكونه عديت بقى. لا عديت بقى من الباب. نزلت جريت جري قابلت علي. انت عديتي من عند الجيران؟ دخلت عندهم وعديتي مشيت بقى خلاص. مشيت نسيت احنا في انهي دور وانا طالعه. نسيت يعني انا عديت غلط وانا طالعه لاني جايه متاخره. فكسرت الشراعه ودخلت ولقيت رجلين مش رجلين ابوي. فعملت كده فما لقيتوش ورحت واخده بعضي ورحت خارجه تاني. دخلتي اوضه تانية؟ دخلت اوضه تانية. الله. وعيني كان نايم خالص ما حسش بحاجه. وطلعت فوق وعملت كده. ولقيت ابويا بيقول لي انت كنتي فين؟ قلت له في الحمام. يعني هكون فين؟ كنت في الحمام. كنت فين؟ يعني هكون فين يعني يا بابا؟ يعني انا عمري هروح حته غير الحمام؟ هو الحمام. كلموني بقى الشراعه اللي اتكسرت تدفعي ثمنها. ندفعها حاضر. قلت له اقف في الشباك. قال لي اوكي. قلت له تحت هرمي لك 100 جنيه. قال 100 جنيه دي 100 جنيه ده رقم. ودخلت. كنتي فين؟ في الحمام.
الحمام. الحمام ده انقذك كتير انقذني جامد جدا. بس والله بجد يعني انا النهارده ما تتخيليش قد ايه انا مبسوط وقد انا ايه بقالي كتير ما ضحكتش وما اتبسطتش كده. وحياتك عندي. ربنا يخليك. عارفه اللعبه الغريبه جدا دي؟ تعرفيها؟ دارتس. بحبها قوي، بس انا بعمل حاجات غريبه. اسمها دارتس. برافو برافو جود بوي. بس انا بعمل حاجات غريبه قوي وانا بعملها. بقالي كتير قوي ما لعبتهاش. بس لطيفه جدا. خد انت 3 وانا 3. طب ابتدي من هنا. طب ابتدي انت. ابتدي انا؟ اوكي. من غير ما تدخلها في عيني يعني. لا تخافيش. يا ولد. ايه رايك؟ جامد يا جامد يا جامد يا جامد يا جامد. حلو. وحشه قوي. حولة شويه. لا والله حلو. يا سلام. جامده كلاس. جامده كلاس. دي جامده جدا. جامده جدا. بس اقول لك حاجه، انت من اجمد الناس اللي نشنوا على البتاعه دي. يا سلام. بص الاخرام اللي ورا دي كلها. لا الاخرام اهي داير في الاسود وفي الخشب تحت، شايفه حضرتك؟ بهدلوا لي البيت عشان بينشنوا غلط. ميرسي يا اشرف على القعده الجميله انت دي. نورتيني النهارده ميرسي. جدا والله، ربنا ويعني يخليك. نفسي تكرري الزياره دي تاني. اجيلك كتير. واديكي عرفت المطرح. خلاص. وجيرانك لازم يبقوا موجودين. وجيراني موجودين عشان طبعاً. دولت اللي خلوا كل حاجه حلوه. نورتينا يا جميله. ميرسي يا حبيبي. ميرسي يا حبيبي. خدت بوسه وانتوا لا.